يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله. مساء الخير زملاء في العاصمة، تحية لكم ولمن معكم. إذن اليوم في هذه الليلة، ليلة إحياء المولد النبوي الشريف، نتواجد معكم مباشرة من تلمسان، من قلعة المشور، في هذه القعدة السعيدة لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف، ونستضيف للحديث عن أجواء إحياء المولد هنا في مدينة تلمسان في جوهرة الغرب السيدة عناد ثابت راضية. مساء الخير سيداتي. مساء النور، مرحبا بكم معنا في مدينة تلمسان. يعطيك الصحة. طبعا يعني الجزائر، كل المدن الجزائرية اليوم تحتفل بهذه المناسبة الدينية السعيدة. كيفاش هي ربما مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هنا في مدينة تلمسان؟ شكرا. في الحقيقة عيد المولد النبوي الشريف مناسبة سعيدة، والتلمسانيين يتسنوها مدة عام. هما يتسنوا علاش؟ لأنها ذكرى لسيد الخلق، وقبل ما يدخل المولد، ليلة المولد عندنا ملي يبدا شهر المولد، صادق ملي يبدا الربيع، منذ قدوم الربيع الأول، والناس التلمسانيين والتلمسانيات خاصة يوجدوا لهذا اليوم السعيد، يوجدوك من جهة صادق اللباس التقليدي للأطفال الصغار، ولا من الحلويات، ولا من المأكولات الشهية اللي باش يحتفلوا بهذا اليوم السعيد. طبعا على ذكر المأكولات الشهية، اليوم الطابلة زعما راهي ما شاء الله مزينة مليح. دوكا تحكي لنا شوية على المأكولات هذه اللي ترتبط بهذه المناسبة، من ناحية يعني المأكولات اللي تعشوها، وإلا من ناحية أيضا السهرة، الطاولة المائدة تاع السهرة. في الحقيقة هنا في تلمسان قبل ما يجي المولد نبداو نخدموا تأنتة هي الطمينة. يعني مهم جدا الحفاظ على هذه الأطباق التقليدية، على الأزياء التقليدية هذه اللي دائما تكون أيضا بالتوازي مع المناسبات الدينية تاعنا. هذا هو المهام تاع المركز تاعنا، وماذا بينا نواصلوا في هذا المنوال باش نتعرفوا على التراث الجزائري ككل، خاطر هو مركز على مستوى الوطن كما قلت، وخصنا وهو تفسيري، ماشي متحف اللي ما يتغيرش، ولا عنده دي كوليكسيون في قلبه ما يتغيروش، ولكن هو احنا في صدد المعرفة بهذا التراث، وكيفاش تطور هذا التراث ملي كان في القديم، وكيفاش ولانا اليوم، كيفاش راه كسوسوا اللباس التقليدي، كسوسوا الممارسات الشعبية، كيفاش الجزائريين حافظوا على هذا الإرث تاعهم. أكيد، وأهم شيء هو الحفاظ على كل هذا التراث ومكونات الهوية الجزائرية، وأيضا الاستمرارية في هذه المجالات يعني الثقافية والتراثية، واستمرارية لهذا النقل المباشر من هنا من مدينة تلمسان. نخلوكم مع هذه المدائح الدينية لفرقة الفنان برويقات، فليتفضل مشكورا، وبعدها عودة إليكم زملاء في العاصمة. بسم الله باش نبدا تعليم فطارة، يا راسي يا المغرور ما عندك إمارة. حق الله راه مضمون، الدنيا غرارة، والغرس اللي غرسته مستقلي نوارة. وعلى الرسول صاحب الرسالة. صلي وعلى الرسول صاحب الرسالة، صلي وعلى الرسول صاحب الرسالة.
أجواء جميلة جدا ورائعة جدا. الشكر الكبير لزملائي من المحطة الجهوية لمدينة وهران على هذا البث المباشر. إذا أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في سهرتنا في هذا البرنامج الخاص زاد النبي وفرحنا به. راكم تسألوا أكيد على هذا الديكور الجميل، نقول هو من إنجاز دار السلطان رضا دار السلطان. راكم تتساءلوا على هذا اللباس التقليدي الأصيل الجميل، نقول لكم من صنع أنام الكريم بتي باري. شكرا جزيلا يا كريم ليك والوالده وكل الطاقم اللي معاك لدار بتي باري على هذا اللباس التقليدي الاصيل اللي هو يعبر على الكرك. ونشكركم على اللباس الاصيل اللي راكم لابسينه، اللباس التقليدي. سيده حبيبه، احنا من خلال لمتنا وهذه القاعده الجميله واش نحبوا نوصلوا للاجيال، هذه الاطفال الاجيال الصاعده؟ صلة الرحم. لازم تقعد توجور، تقعد لا مامي توجور الدار مفتوحه لها وتلم اولادها تلم كامل، وتوجور لا مامي هي اللي دير الحنه. واليوم راكم اخترتوني كوم مامي وصح راني مامي نوفيل مامي جون مامي الله يسلمك. انا اللي حندير لكم الحنه، الحنه لوليداتنا لوليداتنا ان شاء الله. وراي حاضره الحنه في كل بيت جزائري راني متاكده دائما ولا خارج الجزائر كاع نحبوها الحنه الحنينه كاع نحبوها. الحنه وجبت لي كادو للدراري يعطيك الله يسلمك. ولازمني نشكر لي ممبر تاعي شونج دو غوسيت. كيما اليوم هضرتي على 48 ولايه، انا عندي 48 ولايه وعندي ناس الغربه، دونك نشكرهم حفاظا على التراث دائما. امال شكرا جزيلا على الحضور وعلى المديح الديني اللي قدمتهن في احلى ليله محمديه. شكرا منى، ونشكر الشاعر بالقاسم زيدود على الكلمات، والملحن نور الدين طيبي والموزع سمير عميروش. وان شاء الله يا ربي نزيد اكثر من مديح، لانه مدح في خير الانام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوفوش حقه اكيد طبعا. وشكرا يعطيك الصحة. واحنا راح نختموا لقائنا بهذه الأغنية الجميلة جدا، زاد النبي وفرحنا به. هذه الأغنية تربينا عليها لأستاذي وأستاذنا كامل اللي دائما نذكروه في هذه المناسبات، عبد الرحمن عزيز ربي يرحمه ويطول عمر كل الفنانين. نهديها كل الأمة الإسلامية والجزائرية، عائلتي اللي انتوما كذلك، والسيدة رزقي وكل المرضى الموجودين مستشفيات الأطفال في المستشفيات، ربي يتمنى لهم الشفاء ان شاء الله. نعملوا لها الان لحلينا سيده حبيبه تفضلي. والان شكرا كثير يا منى على الاستضافه، وعائله رزقي وكاشي وخوله ان شاء الله تجيب الدكتوره وكل الجزائريين ان شاء الله يا ربي. اذا راح نستمتعوا لهذه الاغنيه الجميله جدا. نحيي مره ثانيه بتي باري على احلى لباس تقليدي. شكرا ليك يا كريم، شكرا ليك يا رضا دار السلطان. وما نقدرش نختم اللقاء بلا ما نشكر كل الطاقم اللي عمل على انجاح هذا البث المباشر، لزملائي المشرف محسن بوزرطيط، شكرا جزيلا محسن. شكرا لكل الفريق، حالي مطير سكريبت البرنامج، امينه شكرا جزيلا كذلك انت سكريبت البرنامج حاضره معنا. شكرا لك العربي مراد الادمينستراتور نتاعنا اللي راهو حاضر معنا دائما ودائما معروف بالخفه نتاعو والمهنيه. نقول كعباش احمد كعباش شكرا جزيلا. يلا فكرني يا محسن فكرني. كل الفريق ابراهيم كذلك، كل الفريق التقني للاستوديو رقم 1 و2، وسيله بوكرسي، وتحيه كل الاطفال اللي راهم حاضرين معنا، استاذ زروقي يعطيه الصحه، وكذلك نائب المدير نتاعنا مديريه المحطات الجهويه نتاعنا، شكرا لكم جزيلا. المخرجين نتاعنا اللي هما سمير اللي كان معنا، سمير ايت لاماغا، والمايسترو محي الدين ميغانا يعطيك الصحه شكرا جزيلا. اذا نقول لكم شكرا جزيلا كذلك اللي رعوا برنامجنا، لانه برنامجنا برعايه مؤسسه اريد للهواتف النقاله وبنك البركه. اذا كل عام والامه المسلمه والشعب الجزائري بألف ألف خير. يلا امتعنا يا مصطفى بصوتك الشديد. شكرا تفضل. أول ما نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. أول ما نبدأ باسمه صلى الله عليه الهاشمي بن عبد الله صلى الله عليه. أحمد عليه صلى الله قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. صلوا على ابن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. سيدنا بيشفع فينا قلبي شيق ليه